السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ومكملين مع بعض نواعم العيد. والنهارده جايلكم بوصفه بسكوت النشادر، وصفه تحفه جدا، مقادير مظبوطه زي ما انتم شايفين، وكمان اقتصاديه جدا جدا. لا وكمان هنعمله بالكيس الحلواني مش بالمكنه، علشان الناس اللي مش عندها مكنه تقدر تشتغل بيه بكل سهوله. وكمان هنعمله مع بعض بالسمنه مش بالزبده. يلا بقى عشان ما اطولش عليكم، ولايكي الفيديو ونخش بسرعه نشوف المقادير والطريقه بتاعتنا. نبدأ بقى كده على بركة الله. جبت تلت كوباية من اللبن الدافي زي دمعة العين، زي درجة حرارة بنعمل بيها الزبادي بالظبط. خدوا بالكم اللبن ما يكونش سخن ولا يكون بارد من التلاجة. هضيف عليه نص معلقة صغيرة من النشادر اللي هي اسمها أمونيا. نص معلقة صغيرة، ما تكتريش عن كده علشان ما يفرش معاكي في الفرن والرسمة بتاعته تروح ويسيح منك. انا حطيت اللبن والنشادر في كوبايه اكبر علشان بيعمل فوران. لو ما لقيتيش الفوران ده حصل يبقى النشادر دي مش شغاله، ما تستخدميهاش لانها هتبوظ لك المقدار كله. ركنتها بقى على جنب لغايه ما نحتاجها. جبت بقى في البوله بتاعتي 3 كوبايات ونص من الدقيق. الدقيق ده يفضل ان هو يكون دقيق مخصص للكحك والبسكوت علشان ما يكونش ليه عرق. هضيف عليه نص معلقه صغيره برضو من البيكنج باودر. ما نكترش خالص يا جماعه البيكنج باودر والنشادر. خدوا بالكم النشادر والبيكنج باودر لو زادوا منك على المقدار البسكوته بتفرش منك في الفرن كده وشكلها بيبوظ خالص. وطبعا رشه الملح وقلبتهم وركنتهم كده على جنب. سامحوني بقى كده على صوتي، بس انا كنت مهتمه جدا انزل لكم الفيديو في ميعاده. جبت بقى هنا كوبايه من السمنه، اي نوع سمنه انت بتستخدميها براحتك مفيش مشكله، او كوبايه من الزبده، ده ينفع وده ينفع. السمنه تكون متجمده في التلاجة مش الفريزر، تكون جامده لكن ما تبقاش متحجره. هضيف عليها كوبايه من السكر البودر، وهنقلبهم شويه كده مع بعض قبل ما نشغل المضرب. طبعا تقدري تعملي الخطوه دي بالمضرب الويسك، بس طبعا هياخد معاكي وقت شويه على ما يدينا النتيجه اللي احنا عايزينها، فانجز ليكي تشتغلي بالمضرب الكهرباء. قلبي السكر الاول مع الزبده كده قبل ما تشغلي المضرب علشان السكر ما يطيرش وتخسري المقدار بتاعك. ضربتها حلو جدا لغايه ما يوصل معايا القوام كده لقوام هش جدا وفاتح، ويكون متماسك جدا كده زي قوام الكريمه. بصوا اهو، يعني الموضوع بياخد 5 دقايق كده ضرب. كده بقى تمام جدا. هنزل بقى دلوقتي عليها باتنين بيضه بدرجه حراره المطبخ. البيضه لازم تكون طالعه من التلاجة بساعه او ساعتين قبل ما اشتغل فيه، علشان البيض لو ساقع بيخلي الزبده بتاعتك او السمنه تفصل. هنزل بالبيض واحدة واحدة على العجينة، مش هنزل بالكمية كلها مرة واحدة. وكل ما اضيف بيضة بحط كمان معاها باكو من الفانيليا، وبضربها كويس جدا لغاية ما تختفي معايا خالص جوه العجينة زي ما انتوا شايفين كده، ما يكونش ليها اي اثر خالص. خدوا بالكم الحاجات دي هي اللي بتنجح الوصفة او بتبوظها. هنزل بقى بالبيضة التانية وعليها باكو الفانيليا. لو هتستخدمي فانيليا سايلة هتحطي نص معلقة على البيضتين، نص معلقة صغيرة. وهرجع اضربهم تاني برضو بالمضرب مع بعض لغاية ما تختفي خالص. شايفين قد ايه المقادير بسيطة جدا وسهلة وكمان اقتصادية جدا جدا. جبت لكم وصفة يعني من الاخر، البسكوتة حلوة ودايبة جدا، وفي نفس الوقت مقادير مش مكلفة خالص. بعد ما اختفى معايا البيض تماما، بنزل دلوقتي بتلت كوباية اللبن اللي جهزناها مع النشادر في الاول خالص، شوية شوية وانا بضرب، مش بوقف خالص ضرب. وما تنزليش بيها كده مرة واحدة، حبة صغيرين واضربي، وهكذا لغاية ما تخلصي التلت كوباية كلها. هضرب الخليط كده لمدة دقيقة كويس جدا مع بعض، علشان اتأكد ان كل حاجة اندمجت واتضربت كويس جدا. وبعد كده هتكون مهمة المضرب معايا خلصت. زي ما انتوا شايفين القوام حلو جدا. بالاسباتيولا هنزل كل جوانب البولة بالشكل ده. شايفين العجينة لغاية دلوقتي زي ما انتوا شايفين هشة جدا وخفيفة، وطبعا دي النتيجة اللي احنا عايزينها. نبدأ بقى ننزل عليها بالدقيق اللي احنا حضرناه مع البيكنج باودر ورشة الملح. هنزل بيه كده كله مرة واحدة زي ما انتوا شايفين. بالاسباتيولا او بايدك بتحاولي تلم العجينه كده مع بعضها. طبعا احنا مش بنعجن، لا الكحك ولا البسكوت ولا البيتيفور ولا الغريبه، دي اسمها نواعم مش بنعجن خالص فيها. هو تقليب بسيط كده بالمعلقه او بطراطيف صوابعك لو بتعجني بايدك، لغايه ما يختفي معاكي الدقيق، وبعد كده بتوقفي على طول. خدي بالك كتر التقليب فيها او كتر العجن فيها بينشفها، بتخليها كده معضمه مش دايبه كده معاكي وهشه وخفيفه. شايفين العجينة كده مظبوطة جدا بعد ما شربت الدقيق. لا هنحتاج دقيق تاني ولا هنحتاج سمنة تاني، المقادير مظبوطة على الشعرة.
هوريكوا كده اختبار بسيط تعرفي بيه العجينه بتاعتك مظبوطه ولا لا. بص، هتجيبي كده حته من العجينه في ايدك النظيفه، لو انت عاجنه بايدك يعني، هتلاقيها طريه جدا وبتلزق لكن ما بتسيبش اثر في ايدك. شايفه؟ بتلزق وفي نفس الوقت مش سايبه اثر في ايدي. اختبار كمان، هتنعمي كده وش العجينه بتاعتك بالمعلقه وتمشي صوابعك كده بالطول، هتبص تلاقي مكان صباعك كده عامل زي الخربشه، كده معناها العجينه مظبوطه جدا جدا. زي ما قلت لكم في اول الفيديو احنا هنشتغل بالكيس مش بالمكنه، فده قمع المشط اللي انا هشتغل بيه. بصوا، بتكون ناحيه كده مشرشره والناحيه التانية لا. بيتجاب من عند مستلزمات الحلويات، طبعا متوفر جدا اليومين دول. عندي بقى نوعين من الكيس اللي انا هشتغل بيهم. انا عايزه اوريك قد ايه العجينه هي طريه وتنفع معاكي في اي حاجه. عندي كيس ب2 جنيه الكيس الشفاف، وكمان عندي كيس القماش. لو متوفر عندك الكيس القماش فطبعا ده هيبقى حلو جدا، ينفع معانا كمان في البيتي فور. مش عندك يبقى تجيبي كيس ابو 2 جنيه وهتشتغلي بيه ويبقى معاكي زي الفل. العجينه بتاعتنا طريه ومظبوطه جدا، فمش هتقطع لك الكيس، ما تقلقيش خالص. هشتغل معاكي في الكيس ابو 2 جنيه وهشتغل معاكي في الكيس ابو 40 جنيه عشان تعرفي ان العجينه هتمشي معاكي في الاتنين. اهم حاجه ما تمليش الكيس بتاعك قوي، بتحطي كميه قليله وبتخرجي الهواء كويس جدا من العجينه علشان ما يطلعش معاكي البسكوته كده متفرغه وشكلها مش حلو. جبت صاج الفرن عندي او اي صينيه الومنيوم موجوده. عايزه اقول لكم الالومنيوم احسن حاجه في تسويه المخبوزات، بتطلعها مستويه كويس جدا وكمان بتبقى واخده لون حلو قوي من تحت. يفضل ما تدهنيش الصاج بتاعك زيت علشان البسكوته ما تجريش معاكي وانت بتشكليها. انا بس حاطه ورق زبده علشان الصاج بتاعي خفيف شويه. ونبدا زي ما انتم شايفين كده، ما تضغطيش جامد على البسكوته علشان ما تفرش منك، وكمان ما تجريش بايدك قوي علشان برضو ما تتقطعش منك وتطلع معاكي مظبوطه. واي بسكوته كده هتعمليها حاساها شكلها مش حلو ومش عاجباكي، شيليها على طول واعملي مكانها، مفيش مشكله خالص. اول صاج ده معروف ان هو بيبقى مش مظبوط قوي، لسه ايدك ما خدتش برضو على التقطيع. بعد كده هتلاقي ايدك بتجري وعرفت برضو المقاس. انا بحاول قد ما اقدر بخليهم كلهم طول واحد. طبعا تحكمي براحتك في طول البسكوته، ممكن تقصريها عن كده ممكن تطوليها عن كده زي ما انت عايزه. بصوا، هتلاقي ايدك بعد كده بتجري لوحدها. خلاص انت عرفتي المقاس اللي انت عايزاه ايه، وخدتي برضو على مسكه الكيس. عايزه اقولك ان هو سريع جدا جدا ومنجز جدا وهيديكي نتيجه حلوه قوي. وزي ما قلتلك، لو طلعت معاكي بسكوته كده مش حلوه معوجه او طالع فيها كده هوا مفرغها او خفيفه قوي، شيليها على طول وافتحي الكيس وحطيها وشكليها من اول وجديد، تطلع معاكي مظبوطه ان شاء الله. زي ما انت شايفه كده بتمشي بالراحه، ما تسبقيش البسكوته، ولما توصلي لطول البسكوته اللي انت عايزاه بتقطعي بالمش نفسه اهو بالشكل ده. واحنا شغالين كده بالكيس بتلاقي حته كده في نهايه البسكوته نتشت منك او فيها حته زياده كده خارجه عن الرسمه، مفيش مشكله خالص. بالسكينه وبحاول اسوي كده اطراف البسكوته زي ما انتم شايفين كده من غير ما بقطعها، بدخلها كده لجوه وبسوي شكل البسكوته. التظبيطه دي بتخلي شكلهم حلو جدا وكمان بتخليهم نفس الطول. دلوقتي بعد ما خلصنا الصاج بتاعنا البسكوت ما بيرتاحش، بمجرد ما بتخلصي بتدخلي الفرن على طول. تمام كده. زي ما قلنا الرف الوسطاني بياخد حوالي ربع ساعة او تلت ساعة حسب حرارة الفرن بتاعتك. بمجرد ما بياخد لون ذهبي من تحت بطفي الفرن وبولع الشواية عشان يتحمر من فوق. استخدمت بقى الكيس القماش زي ما انتوا شايفين كده، بنسحب وبنقطع. عايزه اقول لكم بجد انا كنت مرتاحه اكتر في الكيس الحلواني الشفاف اهو. بعد ما خلصت هدخل زي ما قلت لكم الفرن على طول. لو انت بقى عامله كميه كبيره البسكوت ما ينفعش يرتاح او يستنى على الرخامه، بندخلهم التلاجة علشان ما يسيحش معايا في الفرن، يبقى البسكوت مش بيرتاح على الرخامه خالص. لو انت عامله كميه كبيره ولسه ما خرجتيش اللي في الفرن بتدخليهم التلاجة لغايه ما بتخلصي اللي في الفرن. شايفين بقى البسكوته بتاعتنا ما شاء الله خارجه من الفرن ريحتها مفحفحه تحفه. الرسمه زي ما هي، لا فرش مني ولا ساح ولا النقشه راحت، مظبوط جدا جدا. كمان السوا بتاعه حلو قوي، لونه ذهبي فاتح، لا هو غامق ولا اتحرق ولا اي حاجه، كله واخد نفس الدرجه علشان سويناه على نار هاديه، فطالع دايب زي ما انتم شايفين كده ومقرمش وحاجه كده ما شاء الله. البسكوته حرفيا بتدوب زي ما انتم شايفين كده، احكموا بنفسكم. بجد تحفه جدا، البسكوت اقتصادي جدا، جربوه مش تخسروا حاجه. فرحوا ولادكم ان شاء الله كده، عيد سعيد عليكم باذن الله، واستنوني الفيديو الجاي.